دي يا جماعة الليس كوكيز أو الفلورنتين كوكيز، وسموها ليس عشان هي شبه الدانتيل، وممكن تبقى كريسبي كده أو حتى تعملوها طرية على حسب هتسووها قد إيه في الفرن. من أسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها الصبح للولاد مع السندوتشات. انتوا متخيلين قد إيه سهلة وسريعة؟ وتعالوا بسرعة نبدأ. أول حاجة عندي 4 معالق كبار زبدة، حطيت عليهم ربع كوباية سكر و3 معالق كبار عسل، وممكن تستبدلوها بالجلوكوز لو ما عندكوش عسل، واكيد رشه ملح كمان لان ده زي الكراميل بالظبط. هحطهم على النار، واول ما يسيحوا ويبداوا يغلوا بالشكل ده هسيبهم لمده دقيقه واحده بس على نار متوسطه لقليله، مش عاليه ولا حاجه، بس تغلي لمده دقيقه، وبعد كده هرفعها من على النار على طول وهحط فيها باقي المكونات. ميزه الكوكيز دي ان انتوا ممكن تعملوها باي نوع مكسرات. انا عملتها باللوز، بس انتوا ممكن تعملوها بالفول السوداني عشان تبقى موفره عليكم. ممكن تختاروا اي نوع انتوا بتحبوه. حطيت عليها بقى نص كوبايه دقيق لوز مطحون في البيت عادي خالص، مش شاريه من بره، وعليهم 3 معالق كبار دقيق. ممكن تسيبوها تبرد شويه صغيرين، حوالي 5 دقايق كده على جنب قبل ما تشكلوها عشان تبقى سهله عليكم. او انا استخدمت معالق معياريه وصبيت على السيليكون على طول. وطبعا انا نزلت فيديو عن السيليكون المخروم ده، لان الكوكيز لما بتسيح في الفرن دخلت في الخروم، برغم اني حطيت ورق زبده تحتها، بس للاسف برضو فشلت تماما، فكملت بقيه الكوكيز كلها في ورق زبده عادي. بعد ما بتبرد شويه وبتمسك شويه اقدر اشكلها كرات زي ما هوريكم دلوقتي. حطيت على ورق زبده عادي، بسيب مسافه كبيره بينهم لان هي بتفرش جدا في الفرن عشان ما يلزقوش في بعض، وبحطها على درجه حراره 170، مش بتاخد اكتر من 8 دقائق تقريبا. لو عايزينها طريه شويه ممكن تقعد معاكم 6 دقائق في الفرن، بس طبعا الكريسبي كانت احلى كتير بالنسبه لي. وبصوا بعد ما بتهدى شويه بتبقى طريه واقدر اشكلها كرات عادي جدا. شايفين بقى المصيبه اللي انا عملتها؟ طبعا لو عندكم سيليكون بس مش مخروم اهم حاجه استعملوه، لان ورق الزبده بيفرش اكتر بشكل عشوائي، لكن السيليكون بيحافظ على الشكل اكتر الدائري، بس هو طبيعته يكون عشوائي، فدي حاجه عاديه جدا. بتتاكل خطيره جدا، بتقرمش، الطريه شويه بتبقى زي الكراميل كده وبتلزق شويه في السنان لو انتوا عايزينها طريه، ويا اما تستمتعوا بيها كده حاف زي الكراميل المقرمش بس في نفس الوقت هش جدا، او انكم تضيفوا لها شوكولاته. انا ضفت لها شوكولاته دارك، سيحتها وحطيتها كده زي الساندوتش. من اجمل البسكوتات اللي انا جربتها في حياتي. انا مش عارفه اوقف، برغم ان انا ما بحبش الحلويات قوي، الا ان دي من اكتر الحاجات اللي قعدت اكل فيها. ممكن تبقى ناشفه كده زي ما انتم شايفين وكريسبي، وممكن تبقى طريه وبتندخ في البق. ودي تقريبا اسهل واسرع وصفه كوكيز ممكن تجربوها، طعمها خطير جدا، ومن سهولتها وسرعتها انا ممكن اعملها الصبح مع سندوتشات عادي جدا للولاد. انا في الاخر بقى خبيت لي كام واحده كده من عيالي علشان عندي وصفه خطيره هتشوفوها قريب ان شاء الله، وبألف هنا.